السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام محمد يحييكم من جديد. في دقائق معدودة هدردش معاكم في حاجة بسيطة. أعتقد إن في شريحة كبيرة من الناس أو الغالبية العظمى تقريبا ممكن تكون لامسة الحكاية دي، ألا وهي قصة الضرائب المبالغ فيها جدا اللي بتفرضها حكومتنا المصونة. تمام. بشكل فض كده، يعني حاجة غريبة جدا. تمام. لا تكاد تمر في اي مصلحة حكومية او في اي حاجة في حياتك اليوم تعملها الا وتلاقي نفسك مضطر تدفع فلوس. لو دخلت السجل المدني عشان بطاقة او عشان اي ورقة هتخلصها، بغض النظر عن حجم الوقت اللي هيضيع منك واللي انت ممكن عشان تخلص ورقة حكومية كده تاخد يوم واثنين وثلاثة. تمام. ولازم تدفع. ولما اقول لك هنا لازم تدفع، مش هحكي على انك انت بترشي حد، لا، مش قصه، مش كده خالص. حكايه ان الدوله نفسها فارضه رسوم على كل شيء. يعني مثلا الحكومه لو بنت كبري بتعمل له كارته، كبري جديد معمول له كارته. طب ليه يا عم معمول له كارته؟ عايزين نلموا حق الكبري. طب نلموا حق الكبري ما هو اساسا مبني منين؟ تمام. انت كده بتاخد الحاجه بحقها مني مرتين وثلاثه، ما هو ما بتاخد من خزينه الدوله. تمام. من خزينه الدوله. الدوله دي خزينتها دي هتنطر لها فلوس مثلا؟ ما هي من الناس، من البلد، من الضرايب وكل ما يدخل الدوله، غاز، بترول، مش عارف، قناه السويس، وكل منافذ او مداخل دخل الدوله. تمام. لو جاي يعني مثلا يسالوا الجماعه السواقين دول يا اخواننا ويسالوهم على الرخص، لو واحد راح يجدد رخصته اللي هي بقت سنه، حتى الملاك يخلوه كل سنه برضه. تمام. شو اسالوا الناس دي بتتجبر على ايه في قصه ترخيص العربيات دي. اسالوهم كده ويقولوا لكم في شنطه كده، شنطه الاسعافات دي مش عارف ب 1000 جنيه، ما عارف ب 2000 جنيه. تمام. دي لازم تشتريها كل سنه اجباري. في غضون ان بتاعت السنه اللي فاتت بتبقى موجوده بقفلتها وبرضه لازم تشتري الجديده. والفلوس اي حد بيجدد رخصه بيصرف له 4 او 5000 جنيه. واتفرجوا على البهدله، بياخد له يومين 3 4 مخمضه وطوابير وجنعره من الضابط اللي هو مسؤوله. لا دي فيها خدش، لا دي يعملها لي. ما هي طب ما يعني الناس بتاعت الميكروباصات والناس بتاعت العربيات الربع، الناس اللي بتتعايش بيها دي، اقسم لكم بالله العظيم في الوضع اللي احنا فيه دي عربيته ما بتدخل له حتى، ما بتدخل له اليسترو. تمام. وانت تيجي تكلفه ضرايب وتامينات وكارته ومخالفات مش كده. وبقت مبالغ مبالغ فيها جدا. لو ليك قصه في التامينات، يعني انا عندي في المحل والله العظيم والله العظيم محكوم عليا ب 30,000 جنيه غرامه عشان انا ما اروحش امنت. فانا بسال بقول يا اخوانا هو التامين ده بقى مش اختياري، انا عايز امن مش هامن، مش هامن، لا لازم تامن، لازم تامن، والتامين اجباري. والمبلغ مبالغ فيه شويه. يعني ايه هدفع 210 او 310 كل شهر؟ طب انا محل اساسا بيجيب ايه عشان ادفع المبلغ ده؟ غير التامينات، اي حاجه سجل مدني زي ما قلت لكم، تامينات، ضرائب، اي حاجه بتلاقي نفسك بتدفع رسوم مبالغ فيها جدا. طب لميت الوضع ده؟ لميت الوضع ده بجد. يعني الحكايه زادت عن حد. يعني يا حكومتنا الرشيده، يا سياده الرئيس، رفقا بالناس، رفقا بالناس. تمام. الدنيا حالها واقف بصوره وحشه جوه بره، بعيدا حتى عن كورونا وغير كورونا. الحكايه زايده عن الحد. الناس دلوقتي ما بقتش تعمل غير ضروريات الضروريات. تمام. ففي شغلانات ياما كتيره جدا اتأذت بسبب ان انا خلاص الفلوس اللي معايا يا دوبك تخليني اشتري اللي يسد جوعي، اللي يسد رمقي. ففي الاف الشغلانات اتضررت بالكلام ده، اللي هي غير اساسيات الحياه، اللي هي لا اكل ولا اكل ولا شرب ولا ملبس. تمام. طب دي بسبب ايه؟ بسبب ان دولتنا الرشيده، تمام، ولازم الامر ده ينظر فيه. دولتنا الرشيده احتكرت سوق العمل بالكامل، ان كان اعلام، ان كان انشاءات، إن اي حاجه، حتى اوبر محتكرينها برضه. اوبر وكريم ونزلوا كانوا بيقولوا شركه اسمها بابسي. تمام. فيش اي حاجه الا والدوله مسيطر عليها. فما فيش مجال لرجال الاعمال او الناس اللي هي كانت بتاخد مشروعات كبيره دي تعمل. الدوله هي اللي بتنفذ كل شيء، فما فيش حد شغال. طب ايه الوضع ده؟ يعني ايه؟ اسالوا يا اخواننا الناس اللي هي شغلها ليه علاقه بالانشاءات زي الاسمنت، الحديد، مواد البناء، الناس اللي هي بتوع مبيض المحاره والنجاش والكهربائي، كل سوق الانشاءات ده او تمام سوق الانشاءات ده. شوف قد ايه شريحه بتشتغل من وراه. اسالوا الناس دي يقول لكم الوضع ايه. يقول لكم الوضع ان ما لاقينش الا ده. انا بحكم شغله ليه علاقه بالناس اللي هي السواقين بوجه العموم، سواء عربيات عشان انا بتاع فميه،
كله ناس جايه من الكويت ما رجعتش عليها راكبه تكاتك، ناس كانت اللي كان مبيض محاره، اللي كان نجاشي، اللي كان كهربائي، راكب توك توك. الله، ابي يا اخوان الوضع يقول لك ما فيش شغل. احنا بتوع المحلات مضرورين جدا، وغيرنا وغيرنا وغيرنا، وفوق ده كله انا ما فيش دخل داخل لي، وبدفع ضرائب مبالغ فيها جدا، بدفع اي حركه بتحركها ده انا عشان اعمل توكيل محامي قضمت المرار. طب ايه ده؟ طب ليه ده؟ طب ولميت الوضع ده؟ الدوله احتكرت الشغل كله، نفسوا الناس معاكم شويه وخفوا في حوار الضرائب ده كل شويه، كل حاجه زادت، كل حاجه بقت يعني طفح الكلمه منها بجد والله. في شريحه من المواطنين، شريحه كبيره جدا مش لاقيه الله ده، واحنا منهم، مش لاقيه الله ده حرفيا يعني. فما ايه ده يعني؟ احنا بنتحول ان 90% او 95% من الناس مهروكه، و5% هم اللي عايشين تمام. تتفرج على اعلانات رمضان تحس ان البلد، والاعلانات هتجيب لك خبل برضه انت وقاعد في نفس الوقت. اعلانات هتحكي عن كومباوندات ومدن جديده بملايين الملايين، مفيش اصلا حد يقدر يدفع حاجه زي كده ولا يشتريها، وفي نفس الوقت اعلانات هتطالبك بتبرعات لمستشفى مش عارف ايه، مستشفى مش عارف ايه، مستشفى مش عارف ايه، مستشفى مش عارف ايه تمام، مستشفى مش طب المستشفيات دي كلها انا هتبرع لها؟ كنت انا اصلا ما لاقيش هتبرع لها ازاي؟ وهل فعلا احنا المخاطب؟ لو احنا مش المخاطب، مين المخاطب من الاعلانات دي تمام؟ لان الشريحه الاعظم فعلا ما لاقاش تاكل. الحكايه زادت عن الحد. وثانيا حتى لو انا الضرائب العاليه دي هدفعها وبلاقي بيها خدمات، والله العظيم والله العظيم من شهر حادثه اخويا، اقسم بالله العلي العظيم اترمينا اكتر من 8 ساعات، واحد عامل حادثه عربيه مرمي 8 ساعات في المستشفى، والله حتى ما حد عمل له اشعه، وفي الاخر رحت مستشفى خاصه برضه تمام. وفي نفس الوقت ابص على بلدي، الاقي بلدي هتقدم مساعدات القطاع غزه و500 مليون دولار، 500 مليون دولار، وانا مش معترض على كده اصلا تمام. ولكن الاقي بلدي بتبعت مساعدات طبيه مش عارف المين والمين والمين والمين، وانا داخل المستشفى ما الاقيش حاجه، ما الاقيش قطره، ما الاقيش ما فيش. طبعا انت اي مستشفى حكومه ما تصرفش علاج دلوقتي، كتيره بتكشف، واي حاجه هتجيبها من بره، عمليات هتعملها لحسابك، هذا الوضع تمام. يعني انا هدفع كم هائل جدا من الضرائب تمام في اي حركه هتحركها، كارتات مش كارتات، في فلوس عبيطه بتدخل للحكومه، لو مشيتها على عجلك كده هتتفاجئ ان مبالغ طائله، وفي الاخر بيطلع يتقال ان احنا دوله فقيره، وفي الاخر بيتقال لي برضه انا هدفع الضرائب دي كلها وما لاقيش خدمات. لا انا نعيت واخد بالك، لازم اتعالج على حسابي. حصلت لي اي حاجه انا عادي في لحظه ممكن في يوم وليله تتقلب من والد ناس لشحات، ما لاقيش تاكل بسبب حادثه حصلت لك اعاقه فيه، ولا في اي خدمات ولا في اي حاجه. طب الفلوس دي بتروح فين؟ السؤال هيفرض نفسه، الفلوس دي بتروح فين بجد يعني تمام؟ مليارات المليارات هتتلم تمام. ايه ده؟ طب اعمل لي خدمه، اعمل لي مستشفى، عايز الاقي قطر لما اجي اسافر الاقي قطر زي الناس، عايز ابقى امن على حياتي، عايز اركب لما اركب عربيه ميكروباص اسافر فيها، لو عملت حادثه ابقى عارف ان في عربيه اسعاف حتى هتيجي تاخدني. مفيش خدمات، مفيش اي حاجه. طب الفلوس هتعمل ايه؟ وكل توجه الدوله في المشروعات، المدن الجديده وحاجات احنا مش هنلمس من امها اي حاجه تمام. لا، اذا يا سياده الرئيس يا حكومتنا الرشيده، نظرا للناس، نظرا للمواطن، ما زادت جو عن الحد بجد والله العظيم، ومفيش حد لمس اي تقدم، وريحونا من الاعلام القذر اللي انتم مصدرونه لنا ده. الحكايه زادت عن الحد بجد يعني. الرحمه شويه، نتنفسوا معاكم، مع بلدنا ومع تقدمها ومع المدن ومع كل شيء، بس نتنفسوا معاكم مش كده. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. عذرا، انا قلت اللي عنده كلمتين كانوا واجعيني فقلتهم، واسف لو كنت طولت عليكم. السلام عليكم.